تغمرها النهر بالماضي. وبما أن النيل كان مصدر الحياة لكل مصر، كما هي الأنهار حول العالم بالنسبة للحضارات التي تعيش حولها، من هنا تبرز أهمية بناء الأماكن المقدسة على النهر مباشرة وليس على بعد 12 كيلومترا منه. كم تستغرق هجرة النهر هذه المسافة؟ بالنظر إلى العصر الجيولوجي يمكن الحصول على دليل آخر يشير إلى الفترة التي بنيت فيها هذه المعالم الرائعة. ربما قد يكون هذا قاع البحر، ومصب نهر النيل كان يبدأ هنا ويتحرك أمام كل هذه الأهرامات. من أهم العلامات لكل مكان من هذه المواقع هو أنه بإمكانك رؤية أهرامات الموقع التالي من الموقع الذي أنت فيه. من هنا يبدو الهرم الأكبر والهرم الثاني متشابهين، عندما ننتقل إلى الموقع التالي نلاحظ الفرق بوضوح.